كل المشاكل دي تديله الدعم ده اللي بياخده النادي الاهلي، الدعم دوت الجامد دوت. هو فعلا يبقى في دعم ايه يا كابتن اللي بياخده النادي الاهلي؟ انهي دعم؟ بس عشان تكون الجمله واضحه، انهي دعم؟ الفلوس اللي بياخدها فلوس النادي الاهلي بيجيبها من بطولاته ورعاه. احنا عايزين بقى نجيب الفلوس ديت من البطولات ورعاه. لا يبقى لازم نادي الزمالك يشتغل زي النادي الاهلي. حلو جدا، حلو جدا. يا جماعه احنا مش هيخلص من الكلام ده بجد بجد، اقسم بالله تعبنا منه. الدعم 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 الدعم، مفيش دعم في البلد دلوقتي على فكره. كل شويه اقول لك الدعم. بص يا جماعه انا هبصصها لكم. هي بتكون كده يعني، لما بتكون واحد ناجح تلاقي الدعم ليه من كل حته، اللي هو ايه مثلا فرقه زي الاهلي مثلا من 2005 بتخش مونديال الانديه لغايه 2025، يعني من 20 سنه. غير النجاحات اللي محققها في افريقيا والدوري والكاس والسوبر المصري والسوبر الافريقي وكده. اكيد اوريدي يعني كده وانت مغمض، شركات الرعايه كلها بتروح للاهلي. غير ان هو اصلا شغال صح ويخطط صح، غير فلوس البطولات، غير. انت اشتغل على كده. انا مش ذنبي ان انت كل سنتين ثلاثه المجلس بتاعك يتحل، يجي مكانه مجلس ثاني. انا مش بتاعت انا. هات لي حد مثلا في الاهلي مثلا بيقدم شكوى مثلا في المحكمه ان مجلس نادي الزمالك ده باطل ويشيلوا المجلس، مش احنا والمصحف. انت اشتغل على كده. اشتغل على كده، هتلاقي الدعم ليك، كل حاجه ليك، هتلاقي نفسك في فلوس بتخش لك من شركات وبطولات وحاجات كتير. انت عارف يا جماعه عبد الحميد الاهلي داخل له كام من كاس العالم للانديه؟ داخل له 11.5 مليون دولار، يعني ما يوازي حوالي 650 مليون جنيه. ولولا الدلع بتاعنا كنا خدنا مليار جنيه. اه والله كنا خدنا مليار لولا الدلع بتاع اللعيبه ماتش ميامي. مش كل حاجه والنبي الكلمه دي الدعم ده. احنا عايزين بقى نشوف منافسه بين الاهلي والزمالك، نرجع زي زمان. ما نقعدش بقى نتكلم في كلام خايب يقول لك الدعم من الدوله والدعم مش عارف من ايه والدعم من ايه والدعم. يا عم اشتغل، واحنا مستنيين انت تشتغل عشان تنافس. احنا عايزين الزمالك على فكره، احنا منافسنا الزمالك مش بيراميدز على فكره. ايه بيراميدز ده؟ فريق ملوش جمهور، حتى لو عمل ايه فريق ملوش جمهور. انا منافسي الزمالك، الزمالكاوي اللي بيتفرج عليا ده منافس ليا في الكوره. غير كده هو حبيبي واخويا.